ليست كل النيران تشتعل، ولكنها بلا شك تحرق. إذاعتنا تقدم قلوب تحترق. ما كانش ينفع اللي صدر منك ده ابدا يا عمر. هي الانسانه مستفزه، وبعدين انا مش محتاج مساعدتها ولا مصلحه غيرها، وهي بالذات. عمر انت اخويا الكبير، وفي حاجات ما ينفعش تسمعها الا مني انا اخوك يا عمر. اللي حصل لك ده اي حد في الدنيا معرض انه يحصل له، وكون ان ربنا اختار مراتك وابنك دي ارادته، واحنا كلنا امانه يا عمر، وقت ما يطلبها هياخدها. لكن انت استسلمت لليأس، والدنيا يا عمر ما بتحبش اللي يستسلم لها. وليلى كمان، ليلى ما كانتش مطالبه انها تعمل ده معاك، لكن عملت. شفقة يا عمر. انت اللي عايز تشوفها شفقة مش حاجه تانية يا عمر. ليلى ما انكرش انها جرحتك ووجعتك، لكن صدقني ده كان غصب عنها. اللي حصل زمان لوالدها ما كانش سهل، وعم محمد الورداني كان طول عمره كريم وعزيز النفس وعز ولاده، وكانوا احسن ناس للسيده زينب كلها. انا عارف يا عمر ان شهادتي معاك مجروحه علشان فاكر، لكن صدقني يا اخويا، ليلى الورداني ما تستاهلش منك القسوه دي كلها. وبراحتك. ماشي يا عمر. بالراحة يا فاتن، مش مستحملة حاجة على وشي، ده فرحان قوي. يا كتفي، تضرب في أي حتة مشكلة. ما هي الكمادات دي هتفك الورم احسن. تستاهلي. مش هو اخو عاصم صحيح، بس يغوص في 60 داهية. قطعي ايده يا شيخة. حرام عليك، أنا تقلت العيار عليه، وعمر عصبيته وحشة أنا عارفاه. لا افتكر زمان وانا عيلة صغيرة بدفعي، واكرم عكسني مش عارفة كان بيني من وانا عيلة، وعمر كان جاي بالصدفة شاف المنظر، واكرم ماشي ورايا، وده جابه من لقيت قميصه فين يوجعني. يومها ضربه ضرب مسح بيه ارضية شارع قدري كلها. والله عصبيته فظيعة بس جميل. شوف ازاي كل ده وبتدافع عنه. صحيح ضرب الحبيب زي اكل بس ده مش ضرب، دي شلفطة. خليني ساكتة يا اختي احسن، وهاتي وشك بقى هاتي. شيري حبيبتي، وحشتيني يا روحي. انا زعلان منك قوي يا بابي عشان انت مش بتسأل عليا. مامي السبب، هي اللي عملت كل ده وخلتني اطلقها وخدتك مني يا شيري. بابي بيحبك قوي، وكمان بيحب مامي. وانا كمان بحبك يا بابي وبحب مامي كمان، ونفسي كلنا نرجع مع بعض زي زمان. تقلقيش يا قلبي، هيحصل بالذوق بالعافية، هيحصل يا شروت. ليلى هترجع. ادخل. ليلى، عارفة مين جاي دلوقتي؟ ما اقدرش اقابل اي حد وانا كده، قولي نايمة. حتى وإن كان الحد ده عمر بره ومعاه عاصم. عمر بجد؟ طب روحي اقعدي معاهم وانا هغير هدومي اجي. مش وشك كان مورم برضو؟ يلا يا رحمة. منور يا باشمهندس. كلها كام يوم وتشبع مني على الاخر. هبقى لاجي عندك انا وفات. اهلا وسهلا، نورت بيتنا يا باشمهندس، خطوة عزيزة. ازيك يا عاصم؟ سلامة وشك الف سلامة. دي حادثة دي ولا ايه؟ حصل خير، كانت حصلت من زمان عشان الباشمهندس يجي يشرف بيتنا.
سلامتك. انا ماما، ممكن تسيبيني شوية مع الباشمهندس عاصم؟ فاتن كانت عاوزاك. ماشي. شكلي بقى وحش قوي. انت الهادي يا رب. اتفضل ارتاح يا باشمهندس. خير، في ايه بقى؟ انا اسف على اللي حصل مني. عاوزني اقبل اسفك؟ ليه شرط؟ ما بحبش الشروط، ولا نسيتي؟ طوبة وزعبيب أمشير وزوابع عصبيتك صعب إنها تتنسي. اعتبره رجاء. الدكتور سعد عثمان سمعت عنه؟ طبعا، ده جراح مشهور قوي، وانا رحت له وشخص لي حالتي. طب جميل، احنا كده نبقى قطعنا مسافة كبيرة وشق كبير. يعني عارف حالتك، انا سألته قال انها محتاجة عملية دقيقة للغاية، بس في ناس عملوها وجابت نتيجة في بلاد بره. يعني الامل مش معدوم. بالنسبة لي معدوم، لان العملية برضو تكاليفها عالية قوي، وانا اللي معايا يعني مستورة والحمد لله، بس برضو ده حق بنتي جمان. انا عارفة ان العملية تكاليفها عالية وبوضوح من غير لف ولا دوران. دار بيني وبين الدكتور سعد حوار، وقال لي انه مستعد يتنازل عن اجره فيها مقابل انك هتكون اول حالة لجراحة العيون من النوع ده في مصر والشرق الاوسط كله، وهتبقى بس مطلوب لو حبوا يعملوا معاك حديث او تتكلم عن حالتك، وانا هقوم بنوع من انواع الدعاية في المركز الطبي الخاص بيه في القناة اللي بشتغل فيها. ها، ينفع الكلام ده؟ ايوه بس وافق، مش عشان جمان وعشان مامتك وعشان كل الناس اللي بتحبك، عشان ترجع شغلك. انت مهندس متفوق جدا في مجالك. موافق، بس بعد فرح فاتن وعاصم. يا ليالي ألف ليلة وليلة، كل ليلة أحلى فرحة وأحلى ليلة. يا ليالي ألف ليلة وليلة، كل ليلة أحلى فرحة وأحلى ليلة. يا أحلى عروسة من العين محروسة، يا أحلى عروسة من العين محروسة. مبروك يا ام عمر، عقبال ما تفرحي بشيخ عمر وجوازه عن قريب ان شاء الله. يا رب يا ام محسن، يسمع منك ربنا ويطمن قلبك على ليلى. الله، هي مش قاعدة معانا ليه؟ محسن مستني سيادة الوزير أكرم باشا النويشي علشان يستقبله، وليلى اهي جاية علينا. بسم الله ما شاء الله عليهم يا جماعة، ربنا يتمم بيهم على خير. أنا فرحانة أوي أوي. ربنا يفرح قلبك يا ليلى يا بنتي. تعالي اقعدي، كرسي فاضي اهو جنب عمر. ربنا يخليكي يا طنط. طبعا قاعدة جنب حبيب القلب. اصبري، أكرم جاي هينكد عليكي فرحتك. منور يا سيادة الوزير، والله شرف كبير تشريف معاديك يا أكرم باشا. بابي وحشتني قوي. شيري حبيبة قلب بابي، وحشتني يا روحي. مبروك يا حماتي، ازيك؟ الحمد لله يا ابني، الله يبارك فيك. منور الدنيا يا معالي الوزير، ده شرف كبير قوي انك جيت. ده فرح اختي الصغيرة يا سام واخت مراتي. اتفضل يا أكرم. حاضر يا لولتي، ما خدتش بالي. المهندس عمر نصر الدين هنا. منور يا باشمهندس. صحتك عاملة ايه دلوقتي؟ قلبي عندك، عرفت باللي حصل لمراتك وابنك وعينيك أكرم بيه، ده فرح
فاتن ولا ايه؟ انا بخير قوي يا اكرم، اقصد يا سيادة الوزير، والحمد لله على كل شيء. انا راجل مؤمن بقضاء ربنا. يلا نرقص يا سلام. يلا يا محمد. تسمحي لي بالرقصة دي يا لولتي؟ بقالي كتير ما رقصتش معاكي. خير يا أكرم، أنا كنت موافق باشمهندس بأول رقصة مع العريس والعروسة، مش كده يا عمر؟ طبعا يا ليلى، اتفضلي. منور يا أكرم يا ابني. بتفضلي عليا الأعمى يرقص معاكي؟ حسابك تقل يا ليلى. الصبر طيب، وديني اللي علمك الأدب. حاضر. مفيش داعي لكل الاعتذار والاعتذار ده كله. انا مش متضايق، بالعكس يعني. ولا انت طيارة وكأني شريك وحدك وشغل. مبروك يا حبيبي، أخيرا حلمنا اتحقق بعد انتظار 10 سنين. ياه، نورتي بيتك يا عروسة. منور بيك يا عريس. هيقوم منها بالسلامة يا أم عمر بإذن الله إن شاء الله. طنط، اخبار عمر ايه؟ طمنيني ارجوك. ربنا يطمنا لسه يا بنتي. مش تعرفونا يا جماعة؟ دي هدى بنت خالد بنت عمر. أهلا وسهلا، أنا فاتن مرات عاصم، ودي ليلى الورداني أختي. اشهر من نار على العلم، عارفاها كويس. اهلا استاذه ليلى. محسن، ها؟ في حاجة يا بوس؟ مالك؟ ايه اللي واخد عقلك يا بيبي؟ مش عارف، بالي بتغوص كده ليه. أكرم في حالة مش طبيعية اليومين دول من بعد طلاقه من أختي ليلى، وليلى مش ساكتة وشايلة حملة من أشرف الحملات اللي شفتها في تاريخها الإعلامي كله. مش عارف أعمل إيه، ده غير موضوع الشغل، أنت فاهمة؟ عاوز الحق؟ اختك دي طلعت نمرة كبيرة قوي، واكرم بيني وبينك اوطى من كل اللي قالته عليه بكتير. وآخرتها إيه؟ أكرم عامل زي الطور الهايج، وهي المفروض ما تنساش إن ده أبو بنتها الوحيدة برضه. سيدي معاك حق. بقول لك ايه، ما تفكر بقى وخلينا نفرفش شوية. طب قوم فرفشي الجو، أنا قالت كتير ما رقصتش من لوحدي. عينيا يا عينيا. من فضلكم مفيش داعي للمنظر ده، هو بخير ولسه قدامه ساعة عقبال ما يفوق من البنج. وقفتكم ملهاش لازمة لأن مفيش زيارة لمدة يومين. اتفضلوا روحوا. حبيبي يا عمر. أستاذة ليلى، عايزك لو سمحت. بابي وحشتني قوي. شيري حبيبتي، وحشتني قوي. عامله ايه يا شقية؟ عوض،
حط الحاجة دي عندك واستنى في العربية. تعالي وقولي لي يا قلب بابي، عاملة ايه؟ فين مامي ونناه؟ في المستشفى عند أنكل عمر عشان بيعمل عملية. أنكل عمر وسايبينك لوحدك؟ لا، الدادا ماي ومامي ونناه جايين في الطريق. انت وحشتني قوي يا بابي. وانت كمان يا روحي، عاملة ايه في السكول؟ اهلا يا اكرم، ما قلتش ليه انك جاي؟ كنت قريب من هنا، قلت اطلع اطمن على بنتي يا ام شروت. عاوز اتكلم معاكي لو سمحتي. اوكي، تعالى في اوضه الضيوف. عاوز ايه يا اكرم؟ شوفي، رغم كل المرمطة وقلة الادب اللي شايفها منك يا ليلى، بس انا لسه باقي على العشرة اللي بينا، والاهم من كده بنتنا. اعقلي وتعالي نربي بنتنا في وسطنا. ما ينفعش، الوقت فات خلاص. فات ولا انت اللي عاوزاه يفوت عشان المهندس عمر؟ الحب الحب والشوق الشوق. مالكش دعوة بعمر خالص، وبعدين انا حرة يا اخي اعمل اللي انا عاوزاه. لا مش حرة. اسمعي كويس يا شطورة، قسما برب العزة مع عقلك يا ليلى وحطيت عقلك في راسك لا هسففك التراب، وبدل ما تروح المستشفى تزور حبيب القلب هخليك تطلعي القرافة تقري. انت بتاعتي، وقلت لك قبل كده على ذمتي او مطلقك مفيش راجل هيرمسك غيري، فاهمة؟ انت متوحش وهمجي، انت مجنون عاوز تتعالج. انا هوريك المجنون هيعمل ايه، وادينا حذرتك، عقلك في راسك. قدمنا لكم قلوب تحترق الجزء الرابع، تأليف نهى علي، بطولة نهى علي، سيد جاد، محمد مبارك، جودة رمضان، رشا حنفي، بكر حمد، شيماء عبد العال، سارة محمد بدوي، فاطمة أحمد، سلوى الهواري، مها محمود، محمد خليل، والطفلة سما محمد سعيد. مونتاج ومؤثرات صوتية سيد جاد، نهى علي، محمد إسماعيل، تترات رشا حنفي، وإخراج محمد إسماعيل.